من أكتر الأمور اللي بتثير الشفقة، ومش هنقول السخرية لأن يعني لا يسخر قوم من قوم، لكن بتثير الشفقة والرثاء، الضحك على العامة بمعجزات وكرامات مزيفة، بل وقف الدين كله وأدلته على تلك الكرامات. يعني بيستقوا الدين والثقة في الدين من هذه الكرامات اللي انت اصلا مش بتشوفها، ده هي بتحكى ولا دليل عليها. والدين كله عبارة عن مجموعة من الكرامات والمعجزات، يعني اللي يعني ملهاش اي دليل. ناس بتستغل الدين عشان تسيطر على عقول الناس، تعمل بقى صور، فيديوهات، فلاش، نور، كاميرا. يعني النور الحقيقي للدين طالع من منهج الدين نفسه. النور الحقيقي من الدين من منهج الدين نفسه. لكن بقى تقول لي اصله طلع من الصورة وزق الحرامي، اصل لما حطيت الصورة تحت دماغي خفيت من الشلل، اصل كان الراجل متقطع مش عارف 12 حتة واتحط في صندوق العربية، وبعدين وهو بيفتح الصندوق لقاه متخيط. يا جدع يا جدع، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل كذبة كبيرة جدا لا تنطلي الا على السذج. هو ده الدين؟ اصله حرج الجبل، نزل الجبل. يا جدع يا جدع، ايه ده؟ الدين عبارة عن مجموعة حكايات، يعني مفيش منها اي دليل. الدين بص العذراء ظهرت هنا، يسوع ظهر هنا. الله، طب فين المنهج اللي عندك؟ طب فين الاحكام؟ طيب ما هو دلوقتي اهو بقينا في عصر الذكاء الاصطناعي، ممكن يعني يتعمل لك فيلم ولا يعني من الخيال كده هوت. هل انا اعتمد على الفيلم ده اللي معمول بالذكاء الاصطناعي في الايمان بالله سبحانه وتعالى؟ لا طبعا، دي اشياء لا تنطلي الا على السذج. الدين شرع ومنهج وتعاملات وعبادات وراحة قلبية وتوافق عقلي، يعني الشرائع متوافقة مع فطرة الإنسان. هو ده الدين. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.